برج الجدي. انجح، مفيش طريق تاني، لازم تنجح. عدى الصعب وعدى التقيل، انت كنت بتعمل مجهود خرافي من انك تواجه، من انك تعيش. وانت تعرف حد دلوقتي بيقول لي انجح ازاي يا عم؟ انت اصلا ناجح انك لغايه دلوقتي عايش. انت اصلا ناجح انك بقالك 10 15 او 20 سنه بتواجه وعايش. انت ما تعرفش ده عن نفسك انك قوي جدا. لو سخرت تمن او 1/10 من المجهود اللي انت عملته عشان تثبت براءة لنفسك، عشان تثبت للناس انك كويس، علشان تدافع عن حياة الناس اللي حواليك اللي معاك في الحياة عايزين يدمروها وانت بتدافع عنها، علشان انك تحمي حياتك، علشان انك ترد المظالم. لو 1/10 بس من دول طبقتهم في حياتك العملية فهتنجح. عشان كده مفيش طريق قدامك الا ان انت تنجح في العوامل الكتيرة اللي حدثت وهتحدث، بداية من انتقال بلوتو اللي كان جايب لك الشياطين حواليك كانوا مخليين حياتك زي الطين، مرورا بالتحرك الكوكبي اللي بدأ الامور يعني تهدى شوية، خاصة بان الشمس والقمر كانوا في بيتك ال 12. لكن بداية من يوم 7، انا بقول كلام اهو من دلوقت، هتبدأ انك تنجح، هتبدأ انك تركز، كل الامور هتتيسر بأمر الله ان انت تنجح. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو عايز تعرف الحقيقة واللي فاتوا فيديوهات برج الجدي اللي بعملها من سنين، فاتوا حاجات كتير. فأنا وجودي، وبقولها لتاني مرة ومش هقول الأسباب، وجودي في حياة الناس وحياة برج الجدي ليس صدفة. اللي عايز ياخد كلامي ده باعتبار ياخد كلامي باعتبار، اللي فاكرني بقول أي كلام براحتك. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا لكل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم، ونبدأ في حلقة قوية جدا في حياة حبايبي برج الجدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجح لأن هو ده الطريق الوحيد، وأنا قلت قبل كده انت كان كل حياتك بتنزل لتحت لغايه ما وصلت للقاع. القاع اهو في حاجه تحت، ما فيش، ما قدامكش الا ان انت تطلع، ما قدامكش الا ان انت تطلع وتعيد تاني وتحط نفسك في مكانك الطبيعي. انجح علشان لذة النجاح لا تسوى اي مشاعر ولا اي مال. لذة ان حد يشوفك نجحت رغم الحرب ورغم كل شيء حدث لك في حياتك، ورغم الاغبياء اللي قابلتهم في حياتك، وتنجح، ده بيموتهم، ده بيخليهم كده قاعدين وعايزين يدفنوا نفسهم تحت التراب علشان نظرات الناس ليهم. خليهم يشعروا بانك كنت في حياتهم وجودهم نعمة. عارفين الناس اللي حاربوني ماشيين زي الجزم حاليا وبيشوفوني وبيتعايروا في بلادهم، بيتعايروا يقولوا شوف عمرو امام بقى فين دلوقتي، علشان نجحت، علشان بأمر الله والعلم اللي نملكه اللي ربنا اعطاه لنا، وازاي عرفت امشي بالطريق، وتحليل الخريطه الفلكيه لكل بني ادم حاربني وكل شخص تعبني. انا بتكلم ليكوا، زلت نجاحك زل ليهم، بتذلهم، عدوا وعبروا، عدوا وعدوا عليهم كمان. تخيل لما بتنجح بعد العذاب
تخيل لما بتنجح بعد ما شفت ايام هباب، وتشوف الشخصيات الهباب بتبص لك ازاي. ده بيحصل معايا وبيتمنوا تراب رجلي دلوقتي. خليك كده، عايزك تعمل العبرة، عايزك تنجح لنفسك. انت لو دخلت، وما تقوليش عادات وتقاليد، علشان ده انت الوحيد اللي هتكتشف انك اللي بتطبق العادات والتقاليد. يعني اي حد بيقول لك لا خد بالك، لا اعمل حساب للناس، اعمل حساب للوسواس الخناس، هتلاقي نفسك انت الوحيد اللي بتعمل حساب، ونفسك لوامة وحاطط نفسك في دوامة. انا بكلمكم كراجل عالم فلك، بكلمكم كأخ، بكلمكم كشخص مش صدفة في حياتكم. النجاح هو ده عنوان الكثيرين. الفترة بتشهد على انفراجه. التحركات الكوكبية بتقول لك يلا، فالطريق قدامك مفتوح والدنيا هتبقى مية مية، خاصة بعد زوال ما كان مخليك معمي، مش شايف، مش عارف، ماشي كالزومبي، علشان تلحق حياة وهمية، علشان متمسك بشخصيات او بحياة او باماكن زي الزفت. وهي دي الاماكن اللي جابتك ارض، والشخصيات اللي جابتك ارض. برج الجدي لو كان تحرر، الكثير منكم من 15 ومن 20 سنة لو كان تحرر من الافكار اللي كانت مخليه ماشي في طريق زي الزفت، كان زمان حاجة تانية خالص. لكن بعيد وكررها، انك قدامك فقط النجاح، وزي ما بقول وجودك اصلا لغايه دلوقتي بتتنفس عادي وعايش وبتاكل وزي الناس، ده في حد ذاته نجاح، لان مفيش حد قابل اللي انت شفته. سخر بقى مجهودك ده الفتره الجايه، وابدا فوق علشان تعلى لفوق الفتره اللي جايه بتاعتك. كفايه نظره تحت رجليك، علشان الكل اللي كان حواليك بيعاديك. لذة الانتصار بعد المرار بتبقى حاجة رائعة جدا. النجاح هو ده طريقك. يوم 7 انتقال الزهرة إلى بيتك الثاني، بداية من يوم 21 بدخول 22 الشمس تنتقل إلى برجك. المشتري مستمر في بيتك السادس، وقمر مكتمل في بيتك السادس، ويوم رائع جدا بأمر الله يوم 15 من هذا الشهر. مفيش قدامكم حاجة. بداية من بكرة القمر ينتقل إلى برجكم. عندك توزيعة كوكبية كده بتقول لك مفيش طريق إلا النجاح. النجاح باكتساح. سخر مجهودك القادم في إنك تبدأ تبني السلالم، واعمل الناس اللي عذبوك هم السلالم. دوس على السلالم دي عشان تطلع. انت عندك خبرة يا برج الجدي تكفي دول وتكفي سنين قدام من اللي انت شفته. استغل ده. سبب نجاحك الفترة الجاية هي كوابيس حياتك السابقة، الكوابيس اللي عشتها. دي ثروة، ثروة. اعمل صندوق كده اسود. انا كل يوم بقعد افتح الصندوق الاسود ده علشان اعرف انا وصلت فين، عشان اعرف انا عملت ايه، عشان اشوف اشكالهم، عشان اشوفهم هم مذلولين. الاذية وحشة وانت اتأذيت كتير. الظلم وحش وانت يا برج الجدي اتظلمت كتير. فترة قادمة بداية من بكرة بأمر الله. زوال بلوتو، فترة الشمس المتواجدة في برج القوس بيتك ال 12 عاملة بعض التوترات، وزي ما قلت قبل كده خروج بلوتو عامل زي خروج الضافر من اللحم، صعب شوية. لكن بعد كده ومن بكرة بأمر الله بانتقال القمر إلى بيتك الأول، بعد كده الزهرة تنتقل إلى بيت المال،
وعندك انفراجة بالشمس كمان، هتنهي هذا العام بخبر حلو. برج الجدي هتنهي هذا العام بخبر حلو، لكن انجح، بص لمصلحتك. سيبك من اي حد يقول لك لا ما تعمل ده وما تعملش ده، هم اكتر ناس بيعملوا الغلط، وانت الوحيد اللي بتطبق اللي هم عايزينه. انا ما بقولش اغلط، لكن بقول خد حقك، بقول اشتغل، بقول اعمل اللي عليك. ركز وخلي كل تركيزك في شغلك فقط، خلي كل تركيزك في عملك وحياتك ونفسك فقط. ما قدامكش الا كده، لانك وصلت للقاع، مفيش طريق تاني الا انك تطلع لفوق. انت وصلت لخندق ماريانا، لا ابعد من خندق ماريانا. خندق ماريانا ده اعمق حته على كوكب الارض، بعمق 11 كيلو تحت البحر. هتطلع لفوق وهتفوق، علشان تبقى انت دايما فوق الجبل. انت برج الجدي مكانه دايما بيبص للناس من فوق، زي الناس اللي عدت ووصلت وعملت اللي هي عايزاه. زي ما انا كده ببص لبعض الاشخاص من فوق وبعض الناس من فوق، مش غرور، لكن لما تتعب وتوصل صدقني مفيش لذة في الحياة، خاصة بعد الصعاب وبعد ما شفت الويل. عدي واوصل وفوق وانجح. دي رسالتي، خاصة بداية من غدا بانتقال القمر إلى برجك. هعيد تاني تنويه الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني او عايز تعرف الحقيقة، لو عايز قراءة خاصة، بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا ولا حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جمال أبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.